مساء الخير على كل مشاهدينا، واهلا بيكم في حلقه جديده من اصل الحكايه. حكايه الليله مختلفه، حكايه فنيه. النهارده هنتكلم عن فيلم الست، الفيلم اللي اثار كثير من الجدل حتى قبل ما حد يشوف منه مشهد واحد، وقرب من حياه اعظم ايقونه في تاريخ الفن، كوكب الشرق ام كلثوم. من اول لحظه اتعلن فيها عن الفيلم والناس تفرقت بين مؤيدين ومعارضين، وناس خافت ان اي محاولة لتقديم حياة ام كلثوم ما تكونش على قدر قيمتها. والسؤال كان: هل ممكن اي صوت يرجع احساس جوه وجدان اجيال؟ لكن اللي حصل كان مفاجأة. بعد العرض العالمي في مهرجان مراكش الناس خرجت منبهرة بالعمل، والصحف العالمية أشادت بالفيلم، والجدل تحول لإعجاب. بعدين جه أصعب اختبار، العرض الخاص لأسرة أم كلثوم، واللي أكدوا إن الفيلم قدم سيرة الست بمنتهى الاحترام والفخر. وفي العرض الخاص في القاهرة أجمع الناس إن الفيلم فيه مجهود فني وموسيقي استثنائي. واحدة من أهم مفاجآت الفيلم كانت الصوت اللي رجع للجمهور إحساس الست من غير ما يضيع هويته. صوت فريد قوي له بصمته. صاحبته قدرت تجمع بين الغناء الشرقي والغربي بإحساس صادق. ضيفة حلقتنا النهاردة صوت مش شبه أي حد. رحلة بدأت من برنامج مواهب وكملت باجتهاد واختيارات صعبة مختلفة. اسمحولي أرحب بصاحبة صوت الليلة ونجمة حلقتنا الفنانة الجميلة نسمة محجوب. اهلا بيكي يا نسمة، منورانا. ربنا يخليكي. عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام الحمد لله. لله. عامله انت ضجه كبيره جدا. الحمد لله. يا رب الحمد لله يا رب دايما بنجاح يا رب. عايزين نبدا معاكي من الخبر الاكبر، اشتراكك في فيلم ام كلثوم الست. احكي لي كده، كان ايه احساسك اول ما عرفتي ان انت هتشاركي في فيلم الست؟ قلقت شويه بس اتبسطت قوي قوي ان انا اترشحت للفيلم، وكان الترشيح من هشام نزيه، ولكن مكالمه التليفون كانت من الفنانه منى زكي. هي كلمتني على طول لان احنا نعرف بعض من قبل كده، ف كلمتني وقالت لي احنا بصور فيلم ام كلثوم، وكان حتى ساعتها لسه ما اسموش الست. ف قالت لي انا محتاجه ان انا اتدرب عليه علشان الفيلم هيتعمل بطريقه مختلفه، هم مش عايزين ان انا اليب سينك وانا ما غنيتش قبل كده، مش عارفه. فقعدنا نتكلم شويه ففهمت هي محتاجه مني ايه، وقلت خلاص يعني نجرب وان شاء الله اقدر ان انا يعني اساعدها، يعني بما اني اوريدي بدرس وكده، فممكن يعني ممكن اقدر. وكنت طبعا مش واثقه انا داخله اعمل ايه خالص، بس بعتت لي شويه ريكوردينجز كده ليها وهي بتغني، لقيت ان ودنها موسيقيه جدا. طب كويس. ولا بتعرف تقول النوت، يعني اللي سامعاه بتقدر تقوله، وده بيأثر مسافات طويله جدا جدا. يعني في ساعات بيبقى معايا طلبه مثلا لا مش قادرين ان هم يقولوا نفس النوته اللي سامعينها، فدي دي بتبقى رحله بقى شاقه تانية ان انا اقدر اخليهم يقولوا اللي هم سامعينه. فالحمد لله هي كانت اوريدي يعني زي ما بيقولوا الفنان موهوب في كل حاجه، عنده حبه من كل حاجه. فهي الحمد لله لا كانت مجتهده جدا، وبدأنا الموضوع مع بعض، والحمد لله قعدنا 2 سنين بنحضر فيه.
بس واول سنه كانت هي موضوع التدريب ده. بعد كده دخلنا بقى طبعا في التصوير وفي التسجيل. يعني انت اللي رشحك كان هشام نزيه، واللي كلمك عشان يقول لك تشتركي في الفيلم كانت الاستاذه منى زكي. حلو جدا. طيب قولي لنا، لما عرفتي ان انت هتشاركي في فيلم بحجم الست، بعد ما وافقتي كان عندك احساس اكتر بالفخر ولا بشويه رهبه؟ الاثنين، يعني كون ان هم كلموني طبعا ده بالنسبه لي اكيد فخر شديد، والرهبه لان احنا مش بنعمل فيلم لاي شخص. يعني ده شخص ايقونه يعني في العالم كله، مش في الوطن العربي بس. والناس كمان ما بتقبلش عليها كلمه، يعني ما هي يعني انا بحس ان الناس معتبراها روبوت من كتر ما هي بالنسبه طبعًا لهم صح في كل حاجه طبعًا. هي ما تغلطش، هي ما تنشتش، هي ما بتبلعش ريقها، يعني هي الست قطر. فطبعا ان انا ادخل في حاجه زي كده، ومش بس يعني الاول كان بدأ بتدريب منى زكي، بعد كده ان انا كمان اسجل، ده كان بالنسبه لي بقى اللي هو انتوا كده يا جماعه بتضربوني، بتقتلوني. بس الحمد لله الحمد لله عدت. يعني العرض كان الاول اساسا ان انت تمرني الاستاذه منى زكي، وبعد كده والتصوير، واكون معاها في التصوير، بشرف عليها ان هي شكلها وادائها خلال التصوير يبقى اداء مطربه على المسرح، وان هي لما بتتكلم مثلا مع الفرقه او بتشتغل معاهم يبقى الحوار اللي داير ما بينهم واللقطات اللي ليها علاقه قوي بتفاصيل الفنانه مع العازف تبقى مظبوطه كده. فدي الحاجات اللي انا كنت بعملها الاول. بعد كده جت مرحله التسجيل، يعني دي كانت حاجه بعد ما خلصنا كمان، مش من الاول. طب وقعدتوا تتمرنوا قد ايه تقريبا؟ قعدنا امرنها سنه. بعد كده قعدنا نصور حوالي شهرين وشويه، او يعني شهرين ونص 3. بعد كده قعدنا سنه بقى تانية بعدها في تسجيلات واعادات ونروح ونرجع ونشوف الاغنيه دي. بعد كده نغير شويه حاجات علشان في موسيقى تصويريه معاها، فنرجع نسجل تاني. فكان في تسجيلات مختلفه ومتعدده، وكمان منى زكي كمان سجلت بعض الاغاني، فكان في توليفات كتير قوي في لا ده حلو قوي. احنا عايزين اللي احنا عايزين نعرف الكواليس. يعني دلوقتي انت اصلا رحتي مرنتي منى لمده سنه، وبعد كده مرتين في الاسبوع تقريبا. مرتين في الاسبوع. وبعد كده انت شخصيا اتعرض عليكي ان انت تقومي باداء 12 اغنيه في الفيلم. صح، هما نفس ال 12 اللي قعدنا سنه قبلها نتمرن عليهم. فخلاص انا يعني كنت حافظاهم صم يعني. فعلشان كده ده سهل علينا كمان في التسجيل قوي، ان احنا ان انا اقدر اسync بالظبط مع ام كلثوم طبعا التراك الاساسي بتاعها، وسينك مع منى زكي، لان انا اللي معاها في السينك اصلا وقت التصوير ووقت التدريب. انا اللي معلماها السينك ده مع ام كلثوم، بالنفس بالعربه بالحركه. فخلاص انا كنت رايحه حافظه وصمه احنا بنعمل ايه. فده سهل عليا قوي قوي التسجيل. كان بالنسبه لي التحدي ان انا اقرب من صوت ام كلثوم مع اختلاف اعمارها، لانه بيبقى ارفع وهي صغيره، وبيبدا يتخن ويتقل على كبر وهكذا. وهي ليها برضو الطرق، ما كانتش في غنايه حتى انا، يعني انا غنايه الشرقي العادي علشان تقدري تقلديها. احنا يعني مش بنقلد، احنا كنا بنسنك يعني جواها، كنا بنغطس جواها علشان نطلع عايشه جوه الشخصيه بالظبط. وبصراحه اللي كان معايا خطوه بخطوه في الحته دي صديقي العزيز، وهو كمان مدرب صوت شاطر جدا، واشتغل كمان مع منى زكي بس في الاداء الصوتي، السبيتش اللي هو الكلام، هو اللي كان بيمرنها على الالقاء الكلام مش الغنى. كان شريف الضبع. كان هو اللي قدامي، وبنسمع بقى مع بعض، سامع عندك ايه، يقول لي تمام، لا الحته دي اغمق عندها شويه، لا هنا، طب تعالي نفتح ونركز مع بعض، لان انا مش هقدر اركز مع نفسي ان انا بغني واسمع من بره في نفس الوقت. كنت محتاجه شخص اثق فيه في نفس الحته دي، ولا الحمد لله يعني الحمد لله. في ال 12 اغنيه اللي انت غنيتيهم، هل كان ليكي اي نوع من الاختيار في الاغاني؟ لا كل ده طبعا ده استاذ مروان حامد. والاغاني كانت ساعات بتتغير في النص، حاجات تتشال وحاجات تتحط، فكل ده الاخراج هو الاساس فيه. فكان استاذ مروان هو اللي عنده الاغاني، وكان كمان ساعات بيبقى قاعد معانا ويقول لنا الاغنيه سياقها ايه،
وفي انهي حته، يعني جايه منين ورايحه فين، عشان نبقى عارفين الاحساس بتاع الاغنيه. يعني كل الريكوردنجز اللي عندنا من ام كلثوم هي سجلتها يا في استوديو يا من حفله. انما لو هي في سياق درامي ساعات بنضطر ان احنا نخلي الاغنيه دي مثلا تبقى متدلعه اكتر شويه، عشان هي مبتسمه وجايه مبسوطه جدا وعايشه مثلا قصه غراميه، او بكائيه سنه وكلها حزن وشجن اكتر من التسجيل بتاع الحفله، لانها جايه مثلا جالها خبر وحش او مش عارف ايه. ففي حاجات حاولنا ان احنا ما نخرجش بره القالب بتاع ام كلثوم، بس نخليه ماشي مع السياق الدرامي اكتر. فكل ده طبعا كان استاذ مروان يعني. طيب كنت تتمني يبقى في اغنيه معينه مثلا عزيزه على قلبك تبقى موجوده وما كانتش موجوده في الفيلم؟ يعني الف ليله وليله بقى. طبعا انا كنت اتمنى ان اغلبيه الفيلم يبقى الحاجات اللي انا حافظاها مبدئيا. يعني انا قعدت اذاكر كميه مذاكره، لان في اغاني قديمه قوي انا كان اول مره اسمعها في حياتي. يعني حتى لو انا ممكن ابقى عارفه اسمها بس ما اعرفش دي، وفي حاجات ما كنتش اعرف حتى اسمها. والتسجيلات بتاعتها اللي موجوده قديمه قديمه، وصوت ام كلثوم لو سمعتيها كده وانت معديه ما تقوليش ان ده هي. يعني حاجه تانية خالص خالص. وفي حاجات قديمه ولكن هي سجلتها على كبر، فكان لازم نغير في الصوت شويه او في طريقه الاداء شويه، نرفع سنه عشان يبان ان دي كانت بتغنيها وهي صغيره مش وهي كبيره، لان اختلاف العمر بيغير في طبعا ما التفاصيل كانت كتير قوي كده. قعدنا نعيد ونزيد، وكان طبعا استاذ هشام نزيه ومروان حامد كانوا بيتفرجوا ويسمعوا وبعدين يحسوا لا دي محتاجين نعمل فيها حاجه، لا دي محتاجين نظبط الحته دي ونرجع نعيد تاني من الاول. فعشان كده اخد البوست برودكشن ده اخد سنه تانية تقريبا. هو الفيلم الاستعدادات ليه والتصوير قعد تقريبا سنتين اللي انا كنت فيهم. هم طبعا من قبلي يعني. انا لما دخلت في البروجكت ده كانوا هم اوريدي مخلصين السيناريو، كانت منى عارفه هي يعني على الاقل ايه اللي بتعمله. اللي انا حضرته سنتين. انا قريت بقى في الناس اللي نزلت ان هم بقى لهم 4 سنين، ففي سنتين قبلي انا كان تحضير للفيلم نفسه من اول الريسيرش لحد ما طبعا بقى في سيناريو حقيقي خلصان وكده. فهم طبعا قبلي بمراحل اكيد. طب كنتي بتحضري مع منى البروفات التصوير، او بتحضري مع منى التصوير نفسه وهي بتغني؟ حضرت معاها البروفات اللي مع الفرقه اللي قبل التصوير، حضرت معاها اي حاجه ليها علاقه بالغنى انا كنت موجوده معاها فيها. يعني احنا بالتدريبات الصوتيه بتاعتنا، التدريبات بتاعتها مع الفرقه عشان الفرقه تعرف ايه الاجزاء اللي هتعزفها بالظبط والحاجات دي كلها. التسجيلات اللي هي سجلتها مع الفرقه ومن غير الفرقه، التصوير ومشاهد الفرقه كلها. يعني الحاجات اللي هي فيها دايما منى زكي مع الفرقه او لوحدها، طالما في غنى انا كنت موجوده. تمام. طيب قولي لنا كده، كانت ايه اكتر التعليقات اللي بتسمعوها من المخرج في وقت تصوير الجزء الغنائي؟ تعليقات هي كانت اهم حاجه بالنسبه لاستاذ مروان ان الغنى يتصدق، وعشان كده تم اختيار او اختياري انا يمكن للموضوع، علشان منى مش هتليب سينك. لانها لو كانت هتليب سينك كان الموضوع بقى سهل وبسيط من زمان يعني خلاص. انما هي كانت بتغني بجد جوه التصوير وبتسينك مع ام كلثوم. يعني احنا ما قلدناش حتى من كتر ما احنا قربنا من الموضوع فاحنا ما قلدناهوش. يعني انا حاسه ان احنا يعني خلقناه تاني. كان هو رياليستيك يعني. بالظبط كده. طبعا مع احترامي لست ام كلثوم احنا ما نقدرش نبقى 100% زيها، بس يعني احنا بقدر الامكان ان المستمع على الاقل العادي لما يدخل ويتفرج على الفيلم ويسمع ويشوف ده بالنسبه له كله مصدق. لا انت حمستيني قوي اصلا ان انا يعني اتفرج على الفيلم من كلامك ومن حماسك ومن التعب اللي واضح انه يعني اتبذل في وقت الفيلم. طيب عايزين نسمع بقى من نسمة جزء من الاغنيه من الاغاني اللي غنيتيها في الفيلم بتاع الست. اوكي هحاول. هتختاري انهي اغنيه الاول؟ هغني لك واحده بقى من اللي هم القدام، يعني الحاجات اللي انا اصلا ما كنتش اسمع عنها قبل الفيلم وذاكرتها وغنيناها بقى حبيتها قوي. يعني لما دي اسمها ايه بقى؟ غنيناها اسمها الشك يحيي الغرام، ودي كانت حاجه من اوائل الاغاني بتاعت ام كلثوم. اوكي. فهغنيها لك حتى هتسمعي هتلاقيها يعني طريقه غناها
واللي ام كلثوم بتعمله مختلف اصلا شويه عن اللي احنا متعودين عليه. يعني كل ما هي كانت بتكبر كان صوتها اكيد طبعا بيتغير وبيتقل وبيبقى رخيم اكتر، ده عوامل برضو الزمن والسن وكده. بس بقت على الاواخر اخف شويه عشان الناس تغني معاها اكتر وتعرف تحفظ وكده. الحاجات القديمه بتاعتها كانت مليانه لعبكه وطالع ونازل وكده، فكانت برضو بداياتها اللي هي الاقدم اصعب بكتير من الاجدد بالظبط. طب فخليني اقول لك بقى، عايزين نسمع القديم الصعب ده. ماشي. الشك يا حي الغرام ويزيد في نار ولهيب والهجر فيه والخصام يحلى في عين الحبيب. الشك يحيي الغرام ويزيد في نار ولهيب والهجر فيه والخصام يحلى في عين الحبيب. الله الله، عظمه على عظمه فعلا زي ما كانوا بيقولوا. لا انا منبهره. لا ما يعني لا بجد، انا من مكاني هذا بصراحه منبهره. ربنا يخليكي. بجد لا يعني حتى رنة الصوت والاداء وتركيزك فظاع بصراحه. شكرا. يعني بصي هي يعني انا يمكن صوتي انا كنسمه ممكن يبقى قريب منها وهي صغيره. وهي كبيره طبعا يعني لا كنت مضطره ان انا اعمل تغييرات اخرى يعني. لان الصوت اللي الناس متعوده عليه من ام كلثوم صوت اكتر وهي كبيره. لان دي كانت اكبر شهره ليها بالظبط. الحاجات اللي وهي صغيره صوتها فيها مختلف وطبعا ارفع، وانا كده يعني شكل صوتي اكيد ارفع كده فكانت الاغاني دي بالنسبه لي اصعب بس اريح يعني اريح بكتير لانها قريبه مني. ايوه. طيب سؤال، شفتي ازاي الهجوم اللي حصل على فيلم الست من قبل ما حتى الناس تشوف منه اي مشهد؟ بصي ده العادي يعني، واظن ان يعني انا كنت مع منى زكي لما الحاجات دي كانت بتنزل وكنا بنقعد نتناقش فيها وقتها واحنا في وقت التدريب وكده يعني. بس خلاص هي اكيد هي اتعودت وده الطبيعي بتاع اي حاجه، وبالذات لو حاجه هيبقى بالظبط لو حاجه فيها مقارنه فظيعه ما بينها وما بين شخصيه اوريدي معروفه ومحبوبه وكده. فهي الناس الفاضيه عموما بتبقى كده يعني عادي، ما وراهمش حاجه يعملوها. المفروض ان هم يدوا فرصه الاول لنفسهم يتفرجوا وبعدين يحكموا. بس احنا كمان عندنا اللي هو اسمه ايه يعني حكم مسبق لاي سيره ذاتيه، لان احنا متعودين ان السير الذاتيه ليها طريقه معينه وليها بالظبط. لا بس حتى في العموم احنا عملنا ليلى مراد وعملنا لا اشخاص كبيره اتعمل حاجات كتير قوي، ولكن فكره السيره الذاتيه عندنا ليها طريقه كده واحنا كلنا متعودين عليها. فالتوقع الطبيعي ان الفيلم ده طب ما خلاص ما احنا عملناه، انتوا هتعملوا ايه تاني؟ انما اللي اتعمل في الفيلم كان من منظور مختلف تماما عن الطبيعي بتاع السيره الذاتيه بتاع الفنانه. ان هو كان الاساس بتاعه واللي خلى فنانه زي منى زكي تبقى هي البطله ان هو مش بيتكلم عن الغنى، هو الفيلم عن ام كلثوم الانثى اللي هو الانسانه. بتشوفي بقى حاجات مش الطبيعي ان انت تشوفيها لام كلثوم. بتشوفي ضعفها، بتشوفي توترها، بتشوفي انزعاجها، هرموناتها يعني بتشوفي ست بهرموناتها كلها، الست الطبيعيه بقى اللي هي العادي على المسرح مش الناس بتشوفها بالظبط كده الشخصيه بتاعت بالظبط. وده مختلف تماما. احنا دايما لما بتقولي ام كلثوم تحسي ان جبل
مع انها على فكره ممكن تبقى طالعه حفله ست طبيعية تعبانه جدا بالظبط. متضايقه مريضه، جالها خبر وحش، جالها خبر حلو، كل الحاجات دي عوامل طبيعيه بتاثر على اي فنان. بس علشان زمان ما كانش فيه سوشيال ميديا زي دلوقتي، أيوة. انت ما كنتيش تعرفي حياه الفنان اصلا فيها ايه الا اللي بيتعرض عليكي. ودايما اللي بيتعرض عليكي افضل حاله. صح. فانت دايما شايفه الفنان ده نجم كده ساطع في السماء، ما تقدريش ان انت توصلي له، وده اللي حصل فعلا. هي كانت كوكب، كانت كوكب الشرق بالظبط. فهي ان الناس بقى تشوف الواقع كأن دلوقتي جبتي ام كلثوم وعملت انستجرام، فاهمه؟ فبقيتي تشوفي بقى صباح الخير يا جماعه انا مش طايقه نفسي النهارده كده. فده يعني ده اللي بتشوفيه في الفيلم، وخناقاتها وحاجاتها. ففي حاجات هم متعمقين قوي، يعني استاذ مروان تعمق قوي في الحته دي، انها يا جماعه انسانه، ومع ذلك مع كل بقى الصعاب اللي مرت بيها ومرضها والكلام ده كله، كانت الست ام كلثوم كانت العظيمه مع كل ده. يعني انها ازاي تقدر انها تحافظ على الصوره دي قدام الناس، ويبقى عندها القوه دي قدام الناس، بس من جوه هي ممكن يبقى ضعيفه جدا، ضعيفه، وحيده. حاجات كتير قوي ما خلفتش، في حاجات كتير ناقصاها، اللي كانت نفسها تتجوزه ما اتجوزتوش. يعني في مشاكل كتير جدا. يعني لو ست عاديه ما عندهاش قوه الشخصيه والتحدي للزمن ده، كانت ممكن تنهار من زمان. طيب عايزين نتنقل لأغنية يا محروسة. اوكي. الأغنية اتعرض عليكي ان انت تغنيها كذا مرة قدام الرئيس السيسي. قوليلي كان ايه شعورك؟ هل كان شعور بالفخر ولا بالقلق؟ احكي لي كده عن التجربة دي من اولها لاخرها. بصي، هي زيها زي تجربة ام كلثوم، يعني هو دايما الفخر والرهبة بيبقوا مع بعض، لان لو حاجة هتحسسك بالفخر قوي كده ما ينفعش ما تحسسكيش بالرهبة. ده اكيد. هما الشعورين لازم يبقوا مصاحبين بعض يعني بطريقه ما، فاهمه؟ لان يعني لو واحد من غير التاني هيبقى صعب. فاغنيه يا محروسه ما بداتش اصلا بانها تبقى يعني اغنيه ليها علاقه بالرئاسه او كده. اغنيه يا محروسه ليها قصه تانية خالص يعني. هي كانت تتر فيلم الكنز، وبعد كده من تاثيرها تحولت لانها بقت الاغنيه الاساسيه لكل الدوكيومنتريز اللي بتنزل عن الانجازات الرئاسيه على التلفزيون. ومن هنا كانت افتتاحيه اكتر من ايفنت قدام السيد الرئيس. يعني بقينا بتعتبريها يعني من المحطات المهمه في حياتك. دي من اهمهم، من اهمهم، لانها كمان اكتر اغنيه انتشرت ليا، والاغنيه اللي انا بعتبرها ترند نسمه. يعني نسمه اول ما يا محروسه تشتغل يبقى نسمه داخله خلاص، هي يعني مرتبطه بيا، فاهمه قصدي؟ فبقت كل حاجه، يعني كل ما يبقى عندي حفله، ما فيش ايا كان نوع الحفله ايه او مين اللي عاملها، اغنيه يا محروسه دايما من الاغاني المطلوبه. هي على طول احنا عايزين يا نبدا بيها يا نقفل بيها يعني. فهي حاجه اساسيه بالنسبه لي، ولانها كمان اغنيه وطنيه، مش برضو الوطني اللي اتعودنا عليه. مش اللي هو ليه علاقه بالشمس والتراب أيوة والهرم وكده. لا، هو يعني ملوش علاقه بمصر الارض على قد ما هو ليه علاقه باهل مصر نفسهم. هو ده اللي خلاه يرتبط بالناس اكتر. فبقت دعوه حلوه بان ربنا يحفظ مصر المحروسه. يعني انا شخصيا بحبها جدا، وعشان كده عايزه اسمعها منك بقى. بس كده حاضر. يا محروسه بسيف شاطر، والسيف حارس عليك امين، ومن فوق السما السابع حميكي رب العالمين، من الضالين ومن الخاينين، ومن الخلق اللي بين أهاليكي مدسوسة يا محروسة.
قوي قفلة يا محروسة. طبعا انا مش هغني عشان ايه المشاهدين ما ايه بعد غناكي هيبقى الموضوع كارثة. طيب هنطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا مع نسمة محجوب. ورجعنا لكم تاني مع حلقتنا مع نسمة محجوب. نسمة، اشتغلت كتير مع هشام نزيه، جمع بينكم كذا عمل، منهم موكب المومياوات واحتفال في مهرجان الجونة، واخر حاجة كان التعاون بينك وبينه في ايز اوف واكاندا اللي هو كان انتاج مارفل انيميشن واتعرض على ديزني بلس. احكي لنا كده بداية التعاون ده ابتدت ازاي؟ بصي، بداية التعاون بتاعتي مع هشام نزيه كانت ان انا اوريدي بحب اعماله جدا، انا فان طبعا. يعني كبيرة من زمان طبعا كلنا. وقررت ان انا في لحظة كده قلت خلاص، طب يعني انا ايه اللي مخليني قاعدة مستنية اللحظة تجيلي، طب ما ابعت له. فجبت رقمه، بعت له، قلت له انا اسمي نسمة محجوب، ان كيس يعني انه ما يعرفني، انا مش عارفه اي حاجه يعني، بس قلت انا اسمي نسمة محجوب، انا بغني وده اللي انا بعمله. وقمت بعت له CV كده، يعني لو بص اتفرج كده 1 2 3 4. فلقيته بعت لي وقال لي ايه ده ما شاء الله جريت، طبعا وان شاء الله نتكلم قريب وبتاع. فلقيته بعدها بفتره بيكلمني فعلا. واول حاجه خالص عملناها مع بعض كانت تتر مسلسل افراح القبه. تتر مسلسل افراح القبه ده مزيكا، هو مفيش غنى اصلا. بس انا رحت وسجلت بعض الاصوات المختلفه الغريبه، وهو نقى منهم الحاجات اللي هو عايزها. وبجد يعني من كتر ما انا تقريبا ما عملتش حاجه لشويه اهات في الفيلم، محدش مستحيل يعني في قصدي سوري في التتر محدش يبقى عارف ان انا يعني لو حد دلوقتي عمل جوجل عليه هتسمعي صوتي يعني عشان قلت لك يعني فاهمه، او لو انت عارفه صوتي قوي كده هتعرفي ان انا اللي عملت الاهات دي. بس هو كده، فانا كنت بالنسبه لي تمام، بص انا بحبك وهعمل معاك اللي انت عايزه. هنبتدي من الاهات، مش لازم الكلام ان شاء الله يجي في العمل اللي بعده، مش هيجرى حاجه. بس بعد كده بقى كان اكبر حاجه، او يعني عايزه اقول تاني اكبر حاجه مش عارفه، بس كان فيلم الكنز. فيلم الكنز انا سجلت الاغاني النسائيه اللي فيه، وده اللي كان فيه تتر يا محروسه. فتتر يا محروسه دي كانت هي اكبر طبعا اغنيه، وخدت جايزه كمان على اغنيه الحب المستحيل، جايزه افضل اغنيه للعام بتاع الفيلم. فدي كانت من اعماله. بعد كده بدا الموضوع بقى يعني ايه ورا بعضه، يجي موكب المومياوات واغنيه حكايه شعب. بعد كده فجأة لقيته بيكلمني في التليفون وبيقول لي نسمة عايزة اطلب منك حاجة غريبة قوي. قلت له لا اتفضل عادي مفيش مشكلة يعني اللي انت عايزه. فقال لي بصي انا عندي اغنية تراك في مسلسل ايز اوف واكاندا بتاع مارفل وبعمل المزيكا. قلت له هايل، بس انا عايزة اسجل لهم ديمو عن الحاجة اللي انا نفسي اعملها. فقلت له ماشي، يعني عايز تسجل ايه وانا معاك. قال لي انا عايز اصوات افريقي كده، وحتى بعت لي لينكس لريفرنسز هو عايزها. يعني عايز حاجه شبه ده، عايز حاجه. قلت له طب انت عايز كلام معين، لان اكيد احنا ما نعرفش افريقي. فقال لي لا مش مشكله، انا عايزهم يبقى يعني سيلبلز افريقيه، حاجات كده اللي هو حرف من هنا على حرف من هنا، بس يبقى الايفكت بتاعها يمشي مع فكره ايز اوف واكاندا والموضوع الثيم كله يعني. فقلت له طيب تمام. اتفرجت على اللينكس اللي هو عاملها، وبعت لي طبعا اللحن اللي هو عايز بالظبط الحاجات دي تتحط عليها. قمت مقطعه السيلبلز دي اللي انا سامعاها، حطيتها على اللحن، وبعت له كام اوبشن كده. قلت له طب ده شغال تمام معاك؟ قال لي حلو جدا جدا. قلت له طيب اديني بقى ايه يوم اسجلها لك كويس وابعتها لك. فبعتها له، كانت ديمو فعلا واتبعتت لمارفل وكل حاجه تمام. بس هو قال لي طبعا انت عارفه ان هم بره بيحبوا يعني ايه لو اغنيه افريقي يجيبوا واحده افريقيه تغنيها، لو اغنيه مش عارف ايه يجيبوا واحده ايه عشان تبقى حاجه اوثنتيك، يعني اللي هو بجد من اصل الموضوع. قلت له تمام انا ما عنديش مشكله.
انا ولا يفرق لي حاجه، انا مبسوطه ان انا بشتغل معاك. أيوة. ايا كان الوقت اللي تحب ان احنا نلعب مع بعض في اي العاب من النوع ده انا جاهزه. فراحت البتاع فعلا. وبعد ما جربوا اكتر من مطربه رجع قال لي نسمه انا مش عاجبني غير اللي انت سجلتيه. قلت له يعني اشكرك انا معاك في اي حاجه. لا بس دي حاجة وهي حلوة. دي التراك، وهو ده اللي اتاخد في الاخر التسجيل اللي انا سجلته لايز اوف ووكاندا. يعني هم اوريدي جربوا مع كذا حد جابوا كذا واحده افريقيه تغني الديمو اللي انا عملته. بس لا هو خد الديمو زي ما هو كان بتاعي وخلى كذا حد يعمل عليه عليه اوديشن صوتي يعني، وفي الاخر اختار صوتك انت. رجع لي تاني بقى قال لي بصي لا ده فخر انا قلت لهم بقى انا مش عاجبني الا دي، فبصراحه حابب ان احنا نعمله. قلت له طيب يعني ده يعني يشرفني، انا دايما يشرفني ان انا اتعامل معاه. واحلى رقم تليفون بيظهر عندي اول ما اشوف هشام نزيه كده يعني احس ان الخير كله جاي ان شاء الله. هو مزيكته مختلفه واسلوبه مختلف انا ومميز جدا بحب جدا بصراحه جدا حقيقي. وليه طبع حقيقي. وطبعا يعني توج بقى كل اعمالنا مع بعض طبعا فيلم الست، لان هو اللي عامل الموسيقى التصويريه وهو اللي رشحني برضو. فكده كده اتعاملنا يعني طول ما احنا بنتعامل مع بعض انا بصراحه ببقى يعني مبسوطه جدا جدا جدا. طب وكنت شايفه ان التراك ده خطوه ليكي نحو العالميه؟ يعني مش متاكده، بس انا كنت مبسوطه وانا بعمله. يعني مش متاكده انها خطوه نحو، يعني فاهمه في الاخر برضو انا ما قلتش ولا كلمه. احنا يمكن العالميه برضو بدات باهات بعد كده يمكن ان شاء الله الاقيه المره الجايه جاي لي بكلمات. يعني ما حدش ضامن. هي ابتدت احنا اعمالنا دايما بتبدا باهات الاول، بتبقى اهات بعد كده بنطلع واحده واحده كلمه كلمه كده وربنا بيكرمنا. ان شاء الله. طيب عايزين نرجع شويه لبدايتك. نسمة بقى كشخص، امتى حسيتي ان صوتك مختلف؟ يعني مش متاكده ان انا حسيت ان صوتي مختلف. حسيت ان انا بحب اغني يعني وبعرف اغني. يعني هو ده اللي انا كنت حاساه. انما مختلف ده ممكن لما كبرت وفهمت بقى يعني كده. بس من وانا صغيره خلاص انا بحب الغنى وعارفه ان انا بغني، ولما بسمع صوتي لحد ببقى شايفه استحسان يعني من الشخص ده لصوتي. فايقنت يعني ان انا عندي حاجه كويسه، بس ما اعرفش طبعا بين اللي موجودين انا فين، لان انا صغيره ومش فارق لي ده. يعني والدتك كانت بتشجعك؟ والدتي طبعا، انا والدي الله يرحمه كان طول يعني تقريبا فتره طفولتي اغلبيتها هو كان عايش بره. فوالدتي هي اللي بدات معايا. بعد كده يعني فترات التدريبات وان انا بقى صغيره وادخل كورال في الاوبرا مايسترو سليم سحاب، وبعد كده اتمرن مع دكتوره نيفين علوبه. يعني كل البدايات الناشئه دي. درستي الموسيقى اكاديميا؟ انا درست موسيقى في المدرسه وفي الجامعه. يعني انا معايا بكالوريوس في الاداء الغنائي. ف كل المراحل اللي هي التعليميه طبعا قبل ما ادخل بقى ستار اكاديمي والحاجات دي كان كل ده مع ماما اكتر. وكان بابايا طبعا عارف ان انا يعني، بس لما كبرت شويه عارف ان انا بقى بعرف اغني وكده. فكان هو الاكبر بقى سبورتر من لما الموضوع قلب احترافي اكتر، لان انا والدي كان مخرج سينمائي. فكانت دي حتته بقى يعني في حته الفن وكده. فقال خلاص بقى يعني تعالي ناخد الخطوات دي. فكانت بدايه خطواتي كان هو اللي دايما معايا فيها. طب وشايفه ايه اكتر نصيحه نصحك بيها في الوقت ده؟ بصي يعني هو كان دايما بيقول لي جمله كده لما كنت بختار اي حاجه او لما اي حاجه تتعرض عليا. يقول لي ان اي حاجه بتجيلنا لازم نكسب منها حاجه، يا ادبيا يا ماديا. يعني ما ينفعش تبقي خارجه منها خسرانه بالزبط. او ما تاثرش معاكي باي اتجاه. فحتى لو مش هتكسبي منها ماديا يبقى لازم يعني تحسي ان دي ادبيا هتطلعك ادد فاليو ليكي. ادد فاليو بالظبط كده. فانا دايما لما بيجي لي حاجه بحاول ان انا ابص عليها بالمكسب ده. يعني بالشكل ده ان انا يا هكسب منها حاجه تزود فني يا هكسب منها ماديا. وكده كده انا محتاجه الاثنين في حياتي كلنا. طيب نخش على محطه بتاعه ستار اكاديمي.
قولي لي اصلا ايه اللي خلاكي تفكري ان انت لا دي كانت صدفه، انا كنت رايحه تشتركي. مع صديق، دخلنا قدمنا مع بعض بالصدفه، انا اتقبلت وهو ما اتقبلش اصلا انا كنت داخله معاه اصلا يعني فاهمه سبورت، لقيت ان انا اللي رحت، فدي كانت بجد صدفه يعني كده، وما كنتش عمري اصلا اتفرجت عليه قبل كده. يعني عشان انت كده كنت دخلتي رايحه ما تعرفيش مركزه قوي، أصلاً. كنت رايحه واخده الموضوع على قلبي ومذاكره ومش عارف ايه. اكتشفت ان يعني ان البرنامج اصلا قوته مم. في الاحداث والدراما واللي مش عارف ايه بالظبط. انا كنتش اعرف اصلا الحاجات دي behind كلها. the scenes. بالظبط يعني، مم. ولا كنت اعرف ده. انا كنت بقى دايما قاعده في الاوضه بتاعه المذاكره بتاعتنا والبروفات، عماله بذاكر الاغاني يعني كده، فمش حتتي. وحسيت ان مش يعني انا ما كنتش حاسه نفسي في مكاني قوي في الاول بسبب كل الحاجات اللي عماله بتحصل دي. بس بعد كده في الاواخر بقى لما طبعا اتعرفت على اغلبيه الناس وبقينا اصدقاء بقى لاننا قاعدين مع بعض صبح وليل، بالظبط فخلاص. اكيد. بس ففي الاخر بقى طبعا كان يعني احساسك كان ايه ده- لما فزتي في الاخر بعد كل المجهود اللي بتقولي عليه ده؟ اتبسطت لان حسيت ان انا بجد يعني عملت كل اللي اقدر عليه عشان استاهل ده، مش عشان انا صوتي احلى من حد على فكره. اكيد يعني في ناس هناك من اللي كانوا معايا في السيزون ده اصواتهم جميله وعندهم امكانيات قويه جدا، مم. بس انا حاسه ان انا اكتر واحده يمكن كنت مركزه، يعني عندي اجتهدتي. عزم على النجاح. اجتهدتي انت آه، من الشخصيات اللي آه، عندك اجتهدت. اصرار. انا دحاحه في الحاجات اللي بحبها قوي. قولي لي مين اول ملحن او موزع اشتغلتي معاه بعد كده؟ اول ملحن اشتغلت معاه واللي سجلت معاه اول اغنيه بتاعتي بقى اوريجينال كان اسمه خالد البكري، اوكي. الله يرحمه. ده عمل لي 5 اغاني في الالبوم الاولاني بتاعي. فده كان اول حد اشتغلت معاه، وبجد كان راجل جميل جدا وكان مؤمن جدا بموهبتي، وعمل لي 5 اغاني مختلفين عن بعض. انت ايه اصلا اقرب اغنيه لقلبك؟ اقرب اغنيه عملتيها عامه في اغانيكي كلها، ايه اكتر اغنيه بتحبيها؟ في كتير، بس يعني اكتر يعني من اكتر الاغاني اللي انا ببقى مبسوطه قوي قوي وانا بغنيهم اغنيه اسمها يا غاوي هروب. يا غاوي هروب. والاغنيه دي من كلمات عادل العش ومن الحان وتوزيع شادي الحلواني. ده بسبب معين؟ لا انا يعني بصي في فتره كده انا قررت فيها ان انا عايزه اعمل الاغاني اللي انا بحبها واللي انا هبقى مبسوطه قوي بيها وانا بغنيها، لان انا من اول ما بدات اول البوم لحد دلوقتي ده عدى على الاقل فوق ال10 سنين يعني اكيد. ففي ال10 سنين او في ال12 سنه اللي عدوا دول انا ذوقي اصلا في المزيكا اتغير، يعني انا كبرت وبقيت بسمع حاجات تانية وبقيت عايزه حاجات يعني تانية بالظبط وكده. فمن انا اعمل البوم وانا في اوائل العشرينات غير لما اجي اعمل البوم دلوقتي وانا في الثلاثينات، يعني كده كده التيست اصلا نفسه الذوق اختلف. دي بقى الحاجات اللي انا دلوقتي حاسه ان هي دي اللي بتتكلم عني موسيقيا وموضوعيا وكل حاجه. فانا الاغنيه دي بحبها قوي وبعزها كده على بعضيها يعني. طب انتي شايفه ايه اكبر تحدي قابلتيه في طريقك؟ اكبر تحدي هو الانتاج. هي الدايره بتاعه طلوع الاغنيه من اول ما بتبقى فكره لانها تبقى اغنيه، تتسجل، تتصور، تنزل، يتعمل لها ماركتينج، توصل تتغنى لايف، ونرجع نعيد اللفه دي مع اغنيه تانية. لما الواحد بيعمل ده لوحده او يعني بانتاج شخصي او ذاتي، ده بيبقى تحدي كبير قوي، لان انا ببقى مسؤوله عن اكتر من حاجه انا مطالب مني ان انا ابقى فاهمه فيها، وانا في الواقع مش فاهمه في كل الحاجات دي. اكيد انا فاهمه في اللي انا عايزه افهم فيه بقى، اللي هو مزيكتي، غنايه، الكلام طبعا ده. انما في دايره كبيره جدا انا مسؤوله عنها، وبضطر ان انا الجا لاشخاص كتير قوي قوي قوي، بدل ما يبقى مثلا لو انا معايا شركه انتاج خلاص انا هيبقى في شخص واحد اللي بكلمه هو بقى اللي بيدير الحاجات دي كلها. الناس عمرها حست ان هي مظلومه فنيا؟ يعني مش عايزه اقولها تحت قضيه اللي انا مظلومه، لا انا مش مظلومه الحمد لله. يعني انا ليا الاماكن اللي انا بزدهر فيها، ولكن انا شايفه ان انا اقدر ابقى اكتر من كده بكتير. وفكرتي ان انت تغيري مدرستك الغنائيه او طريقه غناكي؟ انت بتغني، انت مالتي تالنتد جدا، بتغني شرقي، غربي، بتغني انجلش، فرنش، اوبرا،
افريقي. الواضح كده انا بغني افريقي. طب ده ما خليكيش تبقي عايزه تغيري من مدرستك الفنيه؟ مش دايما الحاجات اللي الواحد بيبقى عايزها بتبقى هي الحاجات اللي بتبقى ماشيه في نفس الطريق اللي يوصلك لان انت تبقي موجوده بشكل اكبر. فممكن الحاجات اللي انا بحبها او ممكن احب اغنيها او اللي بضيع فيها وقتي، فممكن انا بستغل وقتي قوي جواها، مش بالضروره تبقى كلها ماشيه على نفس السكه اللي بتوديني مثلا من هنا لهنا. ففي حاجات انا لازم اضحي بيها عشان اوصل لهنا. في صراع داخلي بقى جوايا اضحي بايه واسيب ايه وكده، وده دي اكبر الحاجات، دي اكتر النقاشات اللي دايما دايره معايا. هويه مميزه بالظبط في الغنى كفنانه. كتر الحاجات اللي الواحد بيعرف يعملها ساعات ممكن يفقدوا الهويه دي. ان الصوت انا طبعا صوتي ليه طابع معين، ليه طريقه معينه طبعا أكيد. ده كله تمام يعني، الحمد لله الناس لما بتسمعه بتعرفه. بس بيبقى فيه دايما المشكله بتاعه اللي هو طب اغني اللي انا نفسي اغنيه واللي انا مبسوطه بيه، ولا اغني اللي الناس بتسمعه في العموم، عشان ده الطريق الاسهل للوصول للنجاح، اللي هو يخلي الناس تسمعك بقى اكتر، يعني ناس اكتر بكتير بالظبط تسمعك. وبعد كده ممكن تبداي تقترحي او تعرضي الحاجات اللي انت بتحبيها وتشوفي هل هيبقى ليها قبول ولا ملهاش قبول. وفي فنانين كتير في الصراع ده، في فنانين كتير دلوقتي بدأوا يغيروا جلدهم خالص. انت مالتي تالنتد يعني. انا عايزه كمان اتكلم معاكي عن محطه مهمه قوي في حياتك دلوقتي، محطه الدبلجه. يعني انت دبلجتي افلام كتير قوي لديزني باللغه العربيه، كان منها الايفل كوين في سنو وايت، وكان منها فروزن، إلسا. انت صوت الرسمي في الشرق الاوسط لإلسا، صح كده؟ لملكه الثلج. ايوه انت اصلا بتستعدي للادوار دي ازاي؟ يعني سبيشالي ان إلسا حاجه وايفل كوين حاجه تانية خالص، يعني كأداء صوتي مختلفين تماما. بصي انا بحب يعني زي ما انت شايف كده، انا بحب العب بصوتي قوي. انا بحب اغني كل حاجه واي حاجه، واجرب نفسي في حاجات كتير قوي قوي قوي، وده يعني بحسها تشالنجز بالنسبه لي طبعا، ان انا كل شويه اعرف احقق حاجه مختلفه. فانا بحب الدوبلاج من زمان، لان انا بحب الكرتونز اصلا. انا متربيه على الكرتونز، والكرتونز فيها اغاني كتير بالزبط. ومن زمان بقى مع دكتوره نيفين علوبه بنعمل حفلات باغاني الكرتونز والحاجات دي كلها، فانا بحبهم جدا. فلما جالي فرصه ان انا اعمل دوبلاج ما تاخرتش، وكانت اول حاجه اعملها فعلا يعني حاجه حقيقيه يعني تنزل، كانت دور الملكه إلسا في ملكه الثلج. ومن ساعتها انا طبعا اللي بعمل الدور ده في كل بقى التتابع الافلام او المسلسلات والاغاني كمان. كل ما انا بعمل إلسا الدور على بعضه، بعمل الدايلوج وبعمل الاغاني. بعد كده انا طلبت منهم بقى يعني يا ريت لو جالكوا اي دور شرير، لان الشر بيخليكي تتلاعبي بصوتك اكتر. إلسا حزينه بقى ووحيده وصعبان عليها نفسها وقصه حزينه كده لوحدها، فخلاص يعني عملتها واتبسطت بيها طبعا جدا، بس كنت حاسه ان انا عايزه حاجه تانية اطلع فيها طاقات اكبر يعني. بس طاقه الشر الشر بتاعتي يعني ما كانت مجنونه. بس في النص قبل ايفل كوين كمان عملت دور مامة موفاسا في ذا لاين كينج، اخر فيلم موفاسا ذا لاين كينج. دي بقى كانت الطيبه والحنيه والمش عارف ايه، دي كانت ست كبيره يعني في الاخر. بعد كده جت فرصه ايفل كوين بقى. طبعا انا عايزه اسمع حته من ادائك في ايفل كوين. مش عارفه اقول لك ايه، مش حافظه. لا العربي وكده هو دلوقتي طبعا موجود على ديزني بلس، بس لا طبعا حاليا مش حافظاه، انا عارفه الانجليش اكتر. طب عايزين نغني ليت ات جو من فروزن. ماشي دي سهله، بس اغاني بالعربي صح؟ نفس الدوبلاج يعني نفس الغلسيه في الفيلم. طيب. الثلج الليلة كالصحراء لم تلمسه أقدام، مملكة للحيارى أحكمها بسلام. الريح تعوي مثل العاصفة داخلي
كيف تختفي حاولت جاهدا لا تكشفي سر الجليد كوني كما شعبك يريد تخفي الإحساس كي يجهلوا قد عرفوا أطلقي سرك لن نتنانا مش فاكرة أطلقي سرك لن أبكي بعد الآن أرضي هنا وبها سأبقى أطلقي العنان الثلج لا يشعرني باكتئاب. خطيرة. خليكي بقى من كتر الحاجات الواحد بينسى بقى. خطيرة. دي من أغنية من انت فاهمة طبعا ان هي من الأغاني المفضلة كل الولاد الصغيرين. هي الأغنية دي أخدت أوسكار أصلا يعني. هي بتهيألي هتبقى مميزة طول العمر. أيوة بالظبط. طب قولي لي انت لسه عاملة أغنية جديدة باللهجة المغربية. أيوة. سهرة حقيقي. طيب ما خفتيش بقى من ان انت تعملي اغنيه بلهجه مغربيه جديده عليكي؟ بصي انا في الحفلات عموما، في حفلاتي عشان انا بحب اغني حاجات كتير، ساعات بنغني خليجي ومغربي وتونسي وجزائري متعوده اصلا. يعني انا عموما بحب اعمل كده، بحب اغني بلغات مختلفه، بحب اغني بلهجات مختلفه. ان انا اعمل بقى اغنيه بتاعتي لا طبعا ده كانت بالنسبه لي خطوه كان فيها تردد في حته اللهجه بالذات يعني. لان انا مثلا انا عملت اغنيه خليجي فانا بس المغربي والمغرب العربي عموما طريقتهم اصعب بكتير، وكمان مش متعودين عليه كمصريين. بالظبط. يعني الخليجي احنا متعودين عليه بس المغربي لا. بالظبط. فكانت تجربه بصراحه جديده بالنسبه لي، بس عشان انا بحب قوي الراي مثلا. انا عارفه ان الراي مش مغربي بس أيوه. انا بحب التويستس اللي جوه الحاجات دي، فخلاص يعني ما. طب وما خفتيش ان الناس ما تتقبلش اللهجه المغربيه منك؟ بس يعني خلاص انت نو ريسك نو فن. انا بحبها انا هعملها ماليش دعوه. بالظبط. فلا يعني بجد الاغنيه كمان لما اتعرضت عليا هي يعني الشاعره مغربيه والملحن مغربي والموزع مغربي، وانا مصريه انا ماليش دعوه وانا ماليش دعوه اخلف حاجه انا هاجي اغني. بالظبط. انا نفذت اللي اتقال لي يعني. بس فبصراحه الحمد لله اتبسطت قوي اصلا. على فكره انا عندي اغنيه كده مش مجامله، والحمد لله الشعب المغربي رحب بيها يعني. والشعب المصري بيطبطبوا عليا اللي هو بصي خطوه اولى كفاءه كملي بقى اغنيه حلوه قوي. بس انا عندي سؤال محيرني يعني قريته وعايزه اتاكد منك يعني دي حاجه صح. يعني فعلا الكليب ده متصور اي؟ ده حقيقي. لا انا كبتاعت ماركتنج يعني لا انا ما عرفتش ان ده اي يعني. انا كنت متخيله ان ده كويس. ده شطاره ياسمين بقى، هو اللي عملته اسمها ياسمين الدقن، كان اخراجها واحنا قعدنا نتكلم على الفكره وانا قلت لها انا حاسه بايه. لا برافو ياسمين. حاسه ان هم اتنين لسه بيقابلوا بعض وفي الاوائل كده ولسه لامحين بعض، فالدنيا يعني ايه مش هندخل في حب وغرام على طول، احنا يعني كله تعارف وهنقضي اليوم مع بعض وعايزين نتكلم كلمتين وكده. وده كمان نفع قوي للاي اي لان الاي اي لسه ما وصلش لدرجه اللي هو مش ادفانس لا برافو ياسمين. مش ادفانس كفايه ان هو يعمل حاجات فيها ليب سينك، كمان مش ادفانس كفايه ان هو يعمل احداث احداث دراميه بتحصل. فهي الاغنيه كانت حاساها متفصله على الفكره اللي هو اصلا احنا الاغنيه كلها بتقول ان انا نفسي يكلمني كلمه نفسي فالاغنيه ساكته اساسا يعني كلها انا صامته في الفيديو. فكانت الفكره والتجربه لذيذه قوي. الاغنيه انا بحب الاغنيه دي وعايزه اسمعها. اسمعها لك. جنبي علشانك ندير سهرة ولك نغني نعزف لك ناي وجيتارة. تعال جنبي علشانك ندير سهرة ولك نغني نعزف لك ناي وجيتارة. يا مالي عيني انت الغالي حبك خلاني سهر اللي علي. تعال جنبي علشانك ندير سهرة ولك نغني نعزف لك ناي وجيتارة.
وانا نشوفه غير بصبرة، شكله مكسوف مكسوف، تسنى منه غير هدرة، فيا كيشوف وانا نشوفه غير صبرة، شكله مكسوف مكسوف، تسنى منه غير هدرة. يا مالي عيني انت يا الغالي، حبك خلاني سهر الليالي. تعال جنبي جنبي علشانك ندير سهرة، هولك نغني نعزف لك ناي وجيتارة. تعال جنبي جنبي علشانك ندير سهرة، هولك نغني نعزف لك ناي وجيتارة. تحفه. ثانك يو. لا على فكره انا عجباني جدا وشايفاها اغنيه مختلفه جدا. شكراً والله. يعني honest opinion يعني. ثانك يو. لما بيجيلك اغنيه بتختاريها باحساسك ولا بالرساله اللي في الاغنيه؟ لا الاثنين، هي لازم الاول توصلني، يعني احساسي احس ان انا حلوه، لازم حاجه الاول تشدني ايا كانت، يعني ممكن يبقى لحن، ممكن يبقى توزيع، ممكن يبقى كلمات. بعد كده ببدا اشوف بقى التلاته مع بعض بيعملوا ايه، لو في حاجه تتعدل مثلا او نكتب حاجه جديده او كده. بس هي لازم حاجه تخطفني الاول، لازم اسمعها والاقي نفسي مثلا بدندن اي حاجه فيها وانا ماشيه، يعني مش اللي هو اسمعها ولو قعدت مثلا يومين ثلاثه انساها تماما. لا لازم احس انها ثبتت في دماغي، حاجه فيها يعني نادتني كده. ايوه اكيد. طب هل في مشاريع جديده لنسمة محجوب بعد فيلم الست؟ ان شاء الله، يعني ان شاء الله في اغاني باذن الله نازله الفتره اللي جايه، في كذا حاجه منهم خلصت فاضل لها تصوير، في حاجات فاضل لها تسجيل، يعني ففي حاجات خلصت وان شاء الله نازله على طول. ف في كذا حاجه يعني الحمد لله في الخطه. لا حلو قوي، عايزين نسمع الاغاني الجديده ان شاء الله ان شاء الله قريبا. طيب انا بشكرك جدا لوجودك معايا، ومبسوطه جدا 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 بجد، استمتعت بالحلقه انا جدا. اكتر والله، ميرسي. بس قبل ما نختم عايزه برضه اسمع اغنيه اخيره. اوكي. الاغنيه بتاعتك بتاعت كل شمس. يلا بينا. ماشي. كل شمس وليها ظل، كل أزمة وليها حل، كل يوم في حد ثابت مكانه مهما ضاقت قصاده حد ما كل نهر في قلبه سد، حد ندل وحد سد، كل ضلمة فيها سكة، كل نكتة فيها ضحكة برضه فيها جزء جد.